ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض تورتايه مقاس 30 في 27. تمام. هي تورتايه كبيره، مربعه، لعيد ميلاد جاتلي كده فجأة. ويعني التليفون ضرب الساعة 10 الصبح، لقيت العميلة بتقولي انا عايزة تورتايه استلمها الساعة 3 النهاردة. طبعا كانت مفاجأة كبيرة اوي بالنسبة لي. طب انا هتصرف ازاي؟ هبتدي منين؟ طب الشكل ايه اساسا؟ وانا من الناس يعني اللي بتحب يكون عندها اوردر تورته يكون قبلها بيوم. بحب ان انا افكر في الشكل، ارتب كده الدنيا كلها في دماغي، واحب اعمل كده الشغل بهدوء بحيث الشغل يطلع كويس وجميل. بس ربنا سترها بقى معايا وعملت التورتايه وطلعت احلى تورتايه في الدنيا. على طول على طول عجبت العميله جدا جدا جدا، الحمد لله. يلا بينا بقى نشوف هنبتدي بايه. يلا بينا. طبعا جبت بقى البوردة اللي هسلم عليها كالعادة. دي طبعا مقاس 30 في 27. طبعا هدهن بقى البوردة الاول من تحت كده حبة كريم شانتيه، هي عايزاها نص ونص. طبعا مش فارق بقى اي حاجة من تحت، المهم ان انا احط شوية كريم شانتيه من تحت بحيث ان هي التورتايه تبقى ماسكة في البوردة ما تتزحلقش منها. زي ما انتم شايفين كده حطيت طبعا السبونج الفانيليا، وبعد كده حطيت جنبي السبونج الشوكليت، وسقيت كده هوت باي حاجه تحبيها. ممكن تسقي بميه بسكر وفانيليا، تسقي مثلا انا سقيت بتوفي. تمام. او اللي هي اسمها مربى حليب. مربى الحليب برضو طعمها بيبقى جميل قوي. وابتديت بقى ان انا زي العاده او كالمعتاد ان انا احط طبقه الكريم جانتيه واحط فوقيها الكريسبي، وهكذا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا سويت الاسبونج، كل سبونج يعني في صينيه، لان انا ما عنديش صاج، وخفت ان انا اسوي الاتنين في الصينيه الكبيره او المربعه الالوان تخش في بعضها. فبخليني في المضمون، لان انا كمان كان الوقت مش ملكي وعايزه الحاجه ان شاء الله تطلع معايا مظبوطه وما غلطش حاجه توقفني، لان انا هسلم الساعه 3. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا احط الطبقات. طبعا هنا كانت الطبقه دي صغيره شويه فجبت منها جبت قطعه كده، كان في طبعا رقه اسبونج زياده فخدت منها يعني وظبطت الكيك بتاعي. وطبعا كملت بقيه التسقيه زي ما انتم شايفين. برضو حاجه صعبه قوي ان انت يعني تكوني محدده بوقت وعايزه الحاجه تطلع بجد بيرفكت يعني ممتازه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ان انا اغطي بقى الاسبونج خالص. هنا برضو انا حاولت ان انا اختار كده شكل في دماغي ان انا ما يكونش فيه تجليس، ما يكونش فيه مثلا شغل كتير يضيع وقت معايا او يحتاج وقت طويل معايا. فبالتالي يعني اخترت حاجات كده ما يكونش فيها تجليس كتير خالص خالص. فبجد الفكرة دي هتنفع قوي اي حد برضو شغال كده وجاتله تورتايه كده في نفس اليوم، او في وقت مثلا مش هيلحق يخلص فيه التورتايه. فالفكرة دي حلوة قوي، سريعة وسهلة على طول، من غير تجليس، من غير شغل كتير فيها خالص. وحتى برضو لو ما عندكيش اي حاجة مثلا هتزيني بيها، مفيش حاجات كتير هتزيني بيها، فيعني التزيين هيكون بسيط خالص خالص خالص. هنا طبعا بقى عملت جناش الشوكولات اللي احنا متعودين عليه، قطعة شوكولاتة خام عليها شوية حليب عليها شوية زيت، وبتطلع معايا احلى جناش في الدنيا بجد. جناش سريع جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى انا كده بالاسباتيولا كده يعني اساوي الجناش على التورتايه كلها من فوق زي ما انتم شايفين. طبعا خليت شويه كده ينزلوا من الجناب كشكل جمالي طبعا. وهنا طبعا خلصت الجناش كله زي ما انتم شايفين. وهنا هبتدي بقى ان انا اعمل الجنب التاني الفانيليا باللوتس. زي ما انتم شايفين كده برضو نزلت شويه لوتس من الجناب، وابتدي اعمل روزيتات كده بسيطه وسهله. اي شكل روزيتات تحبيه، يعني اي شكل روزيتا تحبيه تعمليه زي ما انتم شايفين كده. يعني بجد سهله جدا وبسيطه قوي قوي، ما فيهاش شغل كتير بجد والله. لو حد كده يعني اتزنق زي كده واتحط في الموقف ده، يعني على طول اعملي التورتايه دي. تزيين بسيط وسهل جدا. الفاكهه دي بصراحه كانت موجوده عندي في الفريزر، بس ما عدا التفاح كان عندي موجود ورحت اشتغلت بيه كده. قلت يعني اجدد من شكل التورتات، انا دايما بشتغل كريمه وشوكولاتات كده من فوق، فانا عايزه اعمل حاجه فيها فاكهه شويه. فيعني لو عندك برضو فاكهه شايلاها لشغلك او كده هتبقى جميله برضو في التزيين، ما تقلقيش منها خالص، جميله ولطيفه. والمانجا دي طبعا مخزناها، والكيوي ده كان عندي برضو جايباه لشغلي، فبحطه في الفريزر عشان ما يبص مني زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو غير متاح عندك التفاح ومحتاجه تكسري بقى الاخضر والاصفر ده باللون تاني، طبعا الكريز على طول، يعني الكريز هيكسر معاكي وهيديكي برضو نتيجه حلوه وهايله في التزيين. ما توقفيش نفسك على حاجه
وكل حاجه ان شاء الله هتبقى سهله وبسيطه وهتعدي. هنا بقى جبت جيلي تلميع. طبعا جيلي التلميع ده بيبقى فيه جيلي تلميع على البارد وجيلي تلميع على السخن، فزي ما تحبي طبعا في شغلك. هنا بقى كنت كتبت الاسم أميرة. طبعا الحروف دي ازاي عملتها من القوالب السيليكون. طبعا القوالب السيليكون ما شاء الله فيها اشكال كتير جدا وحاجات روعه. زي ما انتم شايفين كده رصيت بقى الاسم كده هوت يعني بشكل كده جمالي حلو. وابتديت بقى ان انا اقسم التورتيه النص التاني بعد ما حطيت الحروف. ده القالب السيليكون. وكان عندي كمان شوية توت احمر كده وزينت بيهم برضو في المربع التاني جنب الفاكهة. التزيين طبعا ده يعني يرجع لك انتي، كل الاشكال دي ترجع لك انتي. وده طبعا مارشميلو قسمته برضو بالمقص وحطيته كده ورصيته. يعني كل الحاجات دي كانت موجودة عندي. بجد تورتايه سهلة وبسيطة يعني بسيطة جدا بجد في التزيين وسهلة جدا. يعني اي حد مبتدئ ممكن يقدر يعملها. اي حد برضو جات له كده تورتايه كده فجأة على طول يقدر يعمل التورتايه السهلة سهله وبسيطه جدا. هو اللي هشوف اقول فيها شغل كتير لا، مكلفه لا، تاخد وقت كتير، بس بجد والله ما فيهاش يعني تكلفه عاليه قوي، ما فيهاش شغل كتير. بس هي فعلا الاسعار يعني غاليه مش هنكدب على بعض، بس ان شاء الله يعني مش هتكلف معاكي كتير وان شاء الله هتعجبك وتعجب العميل. متنسونيش بقى في اللايك. اللايك يا جماعه اهم حاجه اللايك، ويا ريت المشاهده ما تكونش اقل من 3 دقايق. وزي ما انتم شايفين كده بجد الشكل جميل قوي. اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبتكم يا رب كده وفدتكم باي حاجه ولو بسيطه. زي ما انتم شايفين بجد شكلها حلو قوي، شكلها جميل. بعد كده بقى نبتدي نحطها في العلبه ونسلمها للعميل، والف هنا على قلوبهم يا رب. متنسونيش في اللايك. سلام.